هي امتحانات الازهر لحد دلوقتي مركزه على ايه، او بمعنى اصح ايه مستوى الامتحانات؟ وهل بالفعل انت كطالب واضعي الامتحانات ظالمينك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الثانوية الأزهرية في كل مكان، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم كابتن بدر حمزة، وأتمنى تكونوا قد وفقتوا في المواد اللي فاتت، وبإذن الله المواد اللي جاية تكون سهلة عليكم وتعدوا منها على خير. وتعالوا سريعا كده نتناقش مع بعض في كام بند سريع. أولهم، هل بالفعل الطالب اتظلم بسبب المواد اللي فاتت أو بسبب وضع امتحانات المواد اللي فاتت؟ وهي الامتحانات لغاية دلوقتي مستواها ايه ومركزة على ايه؟ وبعد كده هنتكلم مع بعض سريعا عن جدول ليالي الامتحان في مادة التاريخ بإذن الله. وخلونا نبدأ أولا بهل فعلا الطالب مظلوم ولا لأ؟ وهل واضعي الامتحانات بالفعل أخلوا بما قيل في النماذج التجريبية ولا لا؟ والحقيقه ان انت لازم تعرف ان لا حد ظلمك ولا حد جه عليك ولا حد ضيع لك مستقبلك زي ما بيتردد الفتره اللي فاتت، وده علشان سبب بسيط جدا جدا جدا، الا وهو وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. ودي كافيه جدا جدا لاطمئنانك، فلا حد يقدر يضيع مستقبلك ولا حد يقدر يضيع مجهودك ولا حد يقدر يأثر على مجموعك. النتائج في ايد ربنا سبحانه وتعالى، ووعد ربنا لينا حق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الموضوع نافذ المفعول. طب النتائج دي ازاي؟ مش بتاعتي ولا بتاعتك. طب امتى؟ مش بتاعتي ولا بتاعتك. طب فين؟ مش بتاعتي ولا بتاعتك. انا ماليش علاقة بالنتائج، انا بجتهد وبعمل اللي عليا، وده كلام اتكلمنا فيه كتير جدا قبل الامتحانات، ان انا بجتهد للدرجة اللي تأهلني ان انا لو حتى دخلت الامتحانات وما توفقتش ان انا احل في ماده معينه، انا خارج منها يا رب انا اجتهدت وعملت اللي عليا، ايا تكن النتيجه اللي في الماده دي فانا راضي بيها. ليه؟ لان ده يا رب انا جبت اخر ما عندي، انا عملت اللي عليا. وخلي بالك الله يكرمك عشان ما حدش هيسمعك الكلمتين دول في اليومين دول. ليه؟ اصل انت ترند الفتره دي، انت اللي بيتعمل بمعنى اصح على حسك ريتش قوي جدا جدا الفتره دي. وتعالى مع بعض اقول لك حدث هيحصل بعد امتحان الفيزياء اللي جاي ده. انت العلمي داخل على امتحان فيزياء، وطبعا الادبي داخلين على التاريخ والانجليزي. بعد امتحان الفيزياء مباشره انت هتخرج هتلاقي كم فيديوهات: كارثه الازهر، امتحان فيزياء كارثي لطلاب الازهر، ارحم يا ازهر. قصص كتير هتطور، وطبعا الريتش السريع من حضرتك، ويلا كومنت ويلا لايك ويلا نفايلر الفيديو، وانت الوحيد الخسران، وانت الوحيد اللي بيتحط عليك ضغط. يا جماعه ده الموضوع واصل لدرجه ان في ناس خارجه من الامتحانات اللي فاتت بتقول سهله، لما بتفتح السوشيال ميديا بتتاثر وبتبدا تقول لا 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 ده كان الامتحان صعب، ده احنا اتظلمنا، ده احنا ضاع مستقبلنا. ولا حد يقدر يضيع مستقبلك ولا حد يقدر ياثر عليك. جابوا امتحان سهل، جابوا امتحان صعب، انت ذاكرت وعملت اللي عليك، خلاص ده يكفي. اجتهادك ده عند ربنا سبحانه وتعالى، فركز على اللي جاي وسيبك من اللي فات. واحنا اتبعنا مبدأ المادة اللي فاتت ماتت، ما تركزش معاها. اهو انا بأهلك من دلوقتي للي هيحصل كمان في الثقافي، وكم الصياح اللي هيحصل، وكم المناداة بان الازهر بيظلم طلابه. يا عم سيب من يقول يقول وركز انت في مذاكرتك. يا عم سيب اللي يروي يروي، اللي يتكلم يتكلم، وركز انت في اجتهادك واعمل اللي عليك. محدش هينزل معاك على ارض الواقع بالشكل ده ويقول لك الكلام ده دلوقتي، لان انا عارف ايه اللي هيتم الفتره اللي جايه، وانت كده كده اصلا متوتر وعليك ضغط شديد، فتضغط اكتر بقى بكلام فلان وكلام علان، وان الازهر ظالم وان الازهر بيضيع مستقبل طلابه. ده ما بيحصلش، محدش يقدر يضيع مستقبل حد. يا عم ده احنا مستقبلنا بايد ربنا، يا عم ده احنا جهدنا ده نتيجته عند ربنا سبحانه وتعالى. ده ما يكفيش؟ ده ما يكفيش ان هو يطمني ويطمنك؟ طبعا يكفي. فاهدى كده، انت لا اتظلمت ولا حد يقدر يعمل لك حاجه، انت النتائج بتاعتك في ايد ربنا سبحانه وتعالى. وان شاء الله الماده اللي انت خرجت منها ومتخيل بقى ان انت خلاص مستقبلك ضاع بسببها، هتكون هي المادة اللي هترفع لك مجموعك. فركز على اللي جاي، وان شاء الله تعدي منه على خير وتطلع مجبور كده الخاطر من فترة امتحاناتك دي. ومن هنا نأتي الى البند الثاني، هو الامتحانات بقى مركزة على ايه، وده البند الاهم. مبدئيا من وجهة نظري كده لغاية دلوقتي ان الامتحانات مركزة على تفاصيل التفاصيل. يعني ايه؟ يعني وانت قاعد بتذاكر فاتح المادة، لا لا دي مش جاية، دي اللي جاية. عشان نكون جايبين من الاخر، السطر اللي انت فوتته
والحته المعلومه الاسرائيليه اللي انت سبتها تمام هي اللي هتلاقيها معاك في الامتحان. فركز بشكل قوي جدا جدا على الحاجات اللي انت ما تتخيلش ان هي ممكن تيجي، وده هيحصل اكتر في الثقافي. الله يكرمك، احنا لسه ما دخلناش على الثقافي قوي، احنا لسه داخلين اهو، لسه بنهلم كده، مش عارف يعني ايه هنهلم دي اصلا، بس احنا لسه داخلين اهو على الايه، على الثقافي. فركز لي في المذاكره على تفاصيل التفاصيل، ما تتخلاش عن كتاب المدرسه واسئلته، وابدا ان انت تكون ملم بالماده بشكل كامل. يعني ايه يا كابتن؟ يعني حد يجي يقول لك كده دلوقتي مثلا، ندي مثال، تعالى نعمل لك يا باشا التاريخ كله في ساعه، التاريخ كله في ساعه، 8 فصول في ساعه، ده طبيعي. انا طبعا بمهد للمحاضره اللي هيبقى وقتها قد كده، بس ما علينا تمام، اركن الكلام ده على جنب. فما ينفعش بمعنى اصح المراجعه بتاعت حضرتك او المذاكره بتاعتك تكون نص نص، لا، خليك بقدر الامكان محاولا ان تكون ملم بكل تفاصيل الماده، وباذن الله هتخش الامتحان وتطلع منه مجبور الخاطر، وما يكونش قدامك اي سؤال غريب او ما يتعلق بذلك. ذاكر بمعنى اصح بضمير، يعني معلش شد كده، خلاص احنا كلها كام يوم وترتاح من كل ده. فخلي عندك بمعنى اصح اللي هو زياده تاكيد قوي على كل معلومه. يا جماعه يا جماعه الله يكرمكم، في مواد اثناء امتحانات الثانويه الازهريه انا كنت على مشارف ان انا خلاص هقع فيها، بس ليله الامتحان انا خدت القرار ان لا، مش الماده دي اللي هتوقعني، فقعدت اذاكرها بعدد ساعات متواصل مهول، ما بنامش بقى، ما خلاص، ما اصل انا ما عنديش حل تاني، انا عايز اعدي، فبجتهد وبعمل اللي عليا، والحمد لله في النهايه ربنا كرمني. فانت اجتهد واعمل اللي عليك، خليك ملم بكل تفاصيل المواد اللي جايه، ركز على ادق المعلومات وكتاب المدرسه، وباذن الله تطلع مجبور الخاطر من كم المواد اللي جايه دي، وان شاء الله تجيب المجموع اللي بتتمناه في النهايه. ومن هنا ننطلق الى بند هنعمل ايه في ماده التاريخ، او ما هو جدول ليالي الامتحان في التاريخ الخاص بالمنصه والخاص باليوتيوب. ومن هنا ناتي الى جدول ليالي الامتحان في ماده التاريخ، وركز معايا بشكل قوي جدا جدا. طبعا لو كنت طالب ادبي، لو علمي روح كمل مذاكرتك الله يكرمك يلا، فركز معايا لو كنت طالب ادبي بشكل قوي جدا جدا عشان نعرف احنا هنعمل ايه علشان نعدي من التاريخ، لان الله يكرمك الامتحان هيجي رخم سنه، تمام؟ بس السنه دي هنا ما فيش حد يعرف يعمل علينا اي حاجه اهو، انا بنقولها قبل ما الامتحان تخش، ما فيش حد يعرف يعمل معانا حاجه. احنا ان شاء الله باللي احنا هنعمله ده، ايا كان الامتحان عامل ازاي ان شاء الله هتقفل. وخلينا نبدا سريعا مع بعض بجدول المنصه، وهنعمل ايه بالظبط طبعا في المنصه في ليالي الامتحان او ليالي الوداع لماده التاريخ. طبعا احنا هنبدا بيوم الاحد بعد العوده من ماده الانجليزي، هنبدا ان احنا الساعه 6 مساء نشرح لحضرتك الفصل الاول والثاني ونص الفصل الثالث. دي اول محاضره عندنا من محاضرات ليالي الوداع في ماده التاريخ طبعا في المنصه. بعد كده يوم الاثنين هنشرح نصف الفصل الثالث اللي هو النصف الثاني يعني من الفصل الثالث، والفصل الرابع والخامس برضو الساعه 6 مساء. بعد كده نيجي يوم الثلاث برضو الساعه 6 مساء نشرح الفصل السادس والسابع والثامن. وبكده حضرتك يكون اتشرح لك المنهج بشكل تفصيلي وفي وقت قليل جدا باذن الله، في 3 محاضرات على ال3 ايام اللي قدامك دول. بعد كده ناتي الى الملحمه والمفرمه حرفيا بتاعه يوم الاربعاء اللي هي ليله الامتحان بتاعه التاريخ. هنبدا نعمل فيها ايه بقى؟ عندنا 3 حاجات في الليله دي او في اليوم ده، انا كده كده على مدار اليوم ده باذن الله اكون موجود معاك، ولكن احنا هنقسمه طبعا وهنخلي كل حاجه منظمه. فهنبدا باذن الله صباحا الساعه 9:30 بالظبط بالمراجعه على التفاصيل في المنهج. هي المحاضره اسمها كده، تواريخ، شخصيات، مين مسك امتى وساب امتى، كل ما يتعلق بالوزارات، كل ما يتعلق بالثورات، بالحوادث، بالقوانين، بالفرمانات، اي حاجه صغيره في المنهج هتتشرح في المحاضره دي باذن الله. بعد ما نخلصها حضرتك هتريح ساعه، تاكل تشرب تعمل كل اللي انت عايزه طبعا، وتجيلي ونبدا ورشه هتحل لحد ما تمل، بدون مبالغه انت هتحل لحد ما انا مل. هنحل امتحانات سابقه، نماذج تجريبيه، هنحل اسئله عامه على كل فصل هنحل اسئله الكتاب المدرسي، هنبدا ان احنا نحل كم مهول جدا جدا من الاسئله بنظامك كازهري. وطبعا المحاضره دي هتشتمل على حل الامتحان المقتبس من قطاع المعاهد الازهريه اللي هيكون معاك كبي دي اف، واللي هو طبعا نموذج بوكلت مشابه طبق الاصل للنموذج اللي هتشوفه باذن الله في امتحانك، ومش مشابه في الاسئله،
مشابه في الالوان، في النظام، في السيستم عموما. ركز في الكلام ده. طيب بعد ما ورشه هتحل لحد ما تمل تخلص، هيكون عندنا محاضره التوقعات اللي فيها باذن الله يعني ربنا يصيب توقعاتنا كده، هنركز على اهم نقاط المنهج ونتوقع مع بعض كده ان شاء الله الامتحان هيكون عامل ازاي. وخلي بالك انت كطالب منصه مشترك معانا طبعا في باكج المنصه بتاعتنا، كل المحاضرات دي هتكون لايف مع حضرتك. انا قاعد لك، انا مش هسيبك، مفيش تراكم، مفيش جو بقى اصل ننزل المحاضره فنستنى ساعه عشان انت قاعد معايا. احنا بس مباشر مع حضرتك علشان باذن الله نفرم الماده دي تماما، حتى لو كنت انت يعني ضعيف فيها ضعف شديد جدا جدا. باذن الله باللي احنا هنعمله في ليالي الوداع او ليالي الامتحان هنقدر ان احنا ندمر لك الماده دي، وباذن الله تضمن فيها ال 40 درجه من مجموعك مع الكابتن. طبعا انت لو محتاج اي تفاصيل عن باكج المنصه تقدر تتواصل من خلال اللينك اللي في الكومنتات، هسيبه لك طبعا في الكومنتات عشان تكلمنا. ولكن سريعا طبعا هو كده كده باكج المنصه شامل الجغرافيا والتاريخ وكل حاجه، شامل انا شخصيا ب 100 جنيه فقط لا غير. تمام، ده باكج المراجعه النهائيه للمنصه عموما، شامل المادتين وكل ما يتعلق بهم من ملازم بقى ليالي امتحان، من فلاشه كابتن، من ملخص خلاصه الخلاويص، كل حاجه بال 100 جنيه دي. تمام، ولو عايز تفاصيل اكتر زي ما قلت لك اتواصل معانا. ومن هنا ناتي بقى الى جدول ليالي الامتحان الخاص طبعا بطالب اليوتيوب. حضرتك هيبقى عندك باذن الله يوم الاحد بعد ما ترجع من امتحان الانجليزي موفق باذن الله، هتلاقي محاضره المراجعه على المنهج كاملا. المحاضره دي علشان ما نبالغش هي فيها اكتر من 90% من الامتحان باذن الله. طب يا كابتن عايز يبقى فيها 100%، تعمل اللي انا هقول لك عليه في اول المحاضره لما تنزل. في اول كده المحاضره قبل ما تبدا هقول لك على حاجات معينه تعملها وانت بتذاكر معايا المحاضره باذن الله تخليك تضمن ما يقرب من 100% من امتحانك بتركيزك كده وبالاعتماد شويه على نفسك. تمام، طبعا يوم الاربعاء ده طبعا اليوم الثاني بتاع طالب اليوتيوب هينزل فيه ورشه حل امتحانات سابقه ونماذج تجريبيه لحضرتك علشان برضو تتمرن على طريقه الامتحان. وفي طبعا هنتكلم عن تفاصيل معينه بكيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه بتاعت ماده التاريخ وكل ما يتعلق بذلك. وده كان بالنسبه لي الجدول المتعلق بطالب المنصه والجدول المتعلق بطالب اليوتيوب. انا حاولت جاهدا ان انا اوازي ما بين الاثنين بقدر الامكان، ان انا اقدم ما يكن في المستطاع ليكم علشان نكون في النهايه بالفعل قدرنا نقدم لكم شيء يفيدكم. باذن الله المحاضره دي هتكون في غايه القوه. اما طبعا بالنسبه للمنصه فالفرق ان انا معاك، قاعد معاك، بتابع معاك، التيم كله في ظهرك لغايه باذن الله ما تخرج من اللجنه. فان شاء الله موفقين، ان شاء الله نعدي من الماده دي على خير. توقعي للامتحان كده بشكل بسيط جدا باذن الله يبقى مستوى الطالب المتوسط، مش هيعلى عن ده ولا هيقل عن ده. فباذن الله نركز على كل شيء وندخلك الامتحان مؤهل ان انت تطلع بال 40 درجه يا ابو الطلالين. وده كان بالنسبه لي كل اللي انا عايز اقوله. في النهايه ركز، اجتهد، اعمل اللي عليك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. في النهاية النتائج بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وده كافي جدا جدا لاطمئنانك. ومش هنسى برضو ان انا اسالكم سؤال تجاوبوه في الكومنتات علشان باذن الله نختار منكم عدد ينضم للمنصه مجانا. حضرتك هتقول لي ما هي السوره التي تلقب بقلب القران؟ هتجاوب السؤال السهل ده جدا في الكومنتات وهنختار منكم عدد ينضم باذن الله لباكج المنصه او لليالي الامتحان في الجغرافيا والتاريخ مجانا تماما. وبس كده، واشوفك على خير في فيديوهات كتيره جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزه.